الرجل الذي عاد. الرجل الذي عاد حلقات مسلسلة يكتبها وحيد حامد، يخرجها مصطفى أبو حطب. جت ساعتك يا روحية. غانم خوفتني يا غانم. مش عاوز لغوة الغوازي دي يا غزية. جاي هنا ليه يا غانم؟ مالك بيي؟ أنا دلوقتي مش مراد. جاي انتقم يا روحية، جاي انتقم بعد ما قلتها بعظمة لسانك. قلتي ولا ما قلتيش؟ قلت. ولك عين يا فجرة. حاسب على كلامك، أنا أحسن منك واشرف من أي واحدة في البلد دي. أنت وأهل البلد كلكم الضلال عم عينيكم، قتلتم الحقيقة علشان نعرة كدابة. مش الناس كلها الضلال صابها ولا العمى وصل لكل العيون. من امتى الغوازي تعرف تقول كلام زي ده؟ الغوازي مساكين، والمساكين هم بس اللي بيقولوا الحقيقة. عمر العار ما يبقى حقيقة أبدا. اوعى تكون صدقت الكلام اللي قلته للعمدة، كل الكلام اللي قلته كده. وكدبت ليه يا روحية؟ طمعانة في الفلوس؟ لا، عشان اكشف شعلان. بقى تلتقي العار في نفسك علشان تكشفي شعلان؟ ليه؟ مين يقدر يعمل كده يا كدابة؟ على كل حال جه الوقت اللي الواحد يسد فيه ودانه ولا يسمع على أي كلام. غانم اتشهد على نفسك. غانم السلاح بيخلص، خد المطوة دي بعيد. لا يا روحية المرة دي لا. غانم مين؟ غانم انت قتلتيه وقتلت عيالك وضناكي. بلاش تركب شيطانك، اعمل معروف. غانم وحد الله يا غانم. قول له يا عم جابر ان الكلام اللي قلته ملعوب، رسمناها انا وانت. ايوه صحيح ملعوب يا غانم. يا عالم يا مجانين، واحنا في وقت ملعيب بقى تبقى نار مش علينا وانت وهي دايرين تلعبوا بعقول الناس علشان نكشف شعلان. مالك انت ومال شعلان؟ ما تخليك في نفسك. لا يا غانم، مش انت اللي يقول كلام زي ده. اي حاجه تحصل في البلد تخص اهل البلد كلهم، رجاله وحريم وصبيان وبنات. يعني شعلان الكلام اللي قلته عليه انت وابو الشواش حقيقي؟ ايوه يا عالم يا عالم، مش قادر اصدق. لا ما تصدقش. مش عارف الحقيقه فين. الحقيقه تاهت. انا مش قادر اعرف اذا كان كلام روحية حقيقه ولا كده، ولا اذا كان شعلان قتل علشان الشرف ولا علشان المال. انا تايه عميت وبقيت مش شايف حاجه خالص قدام عينيا، حتى ولو كانت الحقيقه ذات نفسها. حرام عليكم حرام عليكم. حرام عليك انت كمان. دول قالوا في الامثال العقل زينه. العقل عمره ما يقدر يستحمل اللي بيحصل ده كله. لا يا غانم، عقل البني ادم ما يقدر يستحمل قد اللي بيحصل 10 مرات، بس لما تخلي عقلك ياخد راحته ويشتغل تمام. يعني اعمل ايه؟ يعني ما يصح الشعلان يعملها ويفلت. ومش بس يفلت، انت نسيت انك كنت عاوز تجيب له شاعر بربابه يقولوا يعيد فيه. عارف لو كان ده حصل بيتهيأ لي الارض هتبطل تطلع زرع. اصبر شويه اصبر، انا شامم ريحه شديده قوي بس مش قادر اميز زين. الحمد لله على السلامة يا معلم شعلان. ايه؟ تهت عني؟ حد في العمايرة كلها ما يعرفش ابو الشواشي يا شعلان؟ ابو الشواشي لهبل. اهلا بك يا ابو الشواشي، اهلا. ايها خدمة. جاي اصفي حسابي معاك. قول انك جيت لي قضاك برجلك يا حيل. ايه هتقتلني زي عزيزي؟ اديك عرفتها لوحدك يا اهبل. بس انت بقى حكرمك عنها شويه.
هقتلك واخفي رميتك، مش هخلي الدبان الازرق يقطر عليك. اسمع يا شعلان، لازم تعرف ان في فرق بيني وبين عزيزي. انت ما تفرقش عنها حاجه يا مغفل. وقف مطرحك يا شعلان. ايه اللي انت ماسكها في ايدك دي يا واد يا اهبل يا واد؟ ايه شايفها؟ بلطه يا شعلان. البلطه اللي في ايدك دي ما انتش قدها يا اهبل. لو مش قدها ما كنتش شلتها. وطول بالك عليا شويه. لازم تعرف ان البلطه دي هي اللي هطهر بيها البلد منك. طب وريني كده. ايوه امال، وانت فاكرني جاي اقول لك ازيك سلامات؟ اذا كان العمده وغانم وعطيه وكل الناس الهبل دول عملوك سبع الرجالي، فانا مش زيهم يا شعلان. انا هكدب وداني؟ انا اللي كنت سامعك وانت بتقتلي، سامعك وانت بتساومها، سامعك وانت عبد ذليل للفلوس. عشان كده انا ومفيش حد غيري اللي هيحاسبك على موت عزيزي والغش اللي انت غشيت البلد كلها. اسمع بس، روق يا ابو الشواشي، روق. كنت بس ما اقول لك خليك مطرحك. انا خدني هنا، تعالى بس اقول لك. احسن ثلاثة بالله العظيم هتبص هتلاقي البلطة بقت منافوخك. بلاش تستعجل قضاك يا شعلان. اسمع بس يا ابو الشواشي اما اقول لك. ايه يكفيك كام جنيه وتسكتي؟ انا طول عمري شحات يا شعلان، عمري ما مسكت الفلوس في ايدي. اسمع بس، علشان كده ما اعرف لهاش قيمه. كل حاجه كنت بحتاجها كنت بلاقيها في البلد دي. اي دار كنت لما بجوع الاقي فيها اكل ليا، حتى كسوتي. والفلوس اكتر من الساغ والتلاتة ساغ عمري ما شفت. الحته ب5 بصححها كنت بفرح بيها عشان التصويره اللي عليها بس. لكن اللي اعرفه كويس البلد واهل البلد، الناس يا شعلان اللي انت غدرت بيهم كلهم، الناس اللي انت حرمتهم من الضحكه، الناس اللي انت اكلتهم بنبك الازرق دي. اعجل بقى امال يا ابو الشواشي، اعجل. اسمع بس اما اقول لك، تعالى هنا بس يا ولد، هودني وانت هترتاح قوي. عارف اني لو هويتك هرتاح على طول في جبر، عشان عارف انك عايز تتغدى بيا قبل ما اتعشى بيك. شعلان ابو الشواشي، خد دي عشان بدماغك عشان مخك كله شر. ليه كده يا ابو الشواشي؟ انت عارف ليه؟ انا وانت وعم جابر العفين، انا اللي عليا عملته. قلت لاكابر البلد ومحدش سمع كلامي. جابر حجي اسوي الامور بمعرفتي. خد دي كمان، دي عشان الناس، عشان اهل البلد، عشان الشرف، عشان الحاجات اللي كان لازم تعرفها. سامع يا شعلان؟ ابو الشواشي الاهبل هو اللي بيتكلم. غور على جهنم. ايه فتحي، لقيتوه؟ الواد فص ملح وداب يا حضرة العمدة. افهم من كده ان احنا رحنا في داهية. ربنا يستر يا حضرة العمدة. لو اعرف هرب ازاي استغفلكم كلكم يهرب. والله واتبهدلت على اخر الزمن يا حاج مصطفى ابو العزايم. يا حضرة العمدة ما تقلقش، لازم هنعثر عليه. ايه حضرة العمدة؟ ايه يا غانم خير؟ ما عادش فيه خير يا غانم انا مش ناقصك. غانم اسمع، انت عملت ايه بروحية؟ روحية بريئة. اذا كانت اعترفت قدامي تبقى مش بريئة. يا اخويا كلام معقول يا غانم. مفيش اي حاجة في الدنيا معقولة. شعلان قتل عزيز ظلم، شعلان قتل عزيز علشان شرفه. روحية بريئة، روحية مش بريئة. ده بحر عمدة، بحر كبير وكلنا غرقانين فيه. اهدى يا غانم، اللي يعرف يعوم يمكن يغرق. محدش يعرف يعوم في بحر ملوش قرار. ومين قال لك انه بحر ملوش قرار؟ ده قلعن ولعن يا عمدة. ايه اسمع. ايوه يا حضرة العمدة. اسمع فتحي. ايوه عايز ابو الشواشي وانا عايز شعلان. كل حاجة هتتدبر. ابو الشواشي كأنك هربت من حبس العمدة. ايوه معلش،
مش انت اول واحد يتحبس عشان قال كلمة الحق. انا مش زعلان عشان اتحبست يا عم جابر، ده حتى انا بحمد ربنا على الحبسه دي. صحيح يا ابو الشواشي، الواحد بيحمد ربنا على الخير والشر، لكن كلكم والحبس كوم. او الواحد ياخد فكره ويتودك. قال لك قول يا عم جابر. ايوه يا ابو الشواشي. وانت قاعد على الدكه الخشب في مصر شفت كتير مش كده؟ ايوه شفت كتير وحكيت لك كتير. صح يا عم جابر، حكيت لي كتير، بس في حاجه ما جبتليش سيرتها خالص. ايه هي يا ابو الشواشي؟ السجن. ايه السجن؟ مالنا بيه؟ عايز اخد فكره عنه. انت مالك الليله يا ابو الشواشي؟ يا عم جابر خدني على جد عجل وريحني، انا لازم اعرف كل حاجه عن احوال السجن. طب مش اعرف ليه؟ ان شاء الله هشوفه قريب. ايه؟ يمكن بالليل ولا بكره. عملت ايه دخلك السجن يا ابو الشواشي؟ قتلت شعلان. ايه؟ بتقول ايه يا ابو الشواشي؟ ايه يا عم جابر؟ هو انا بتكلم لغوه خواجاتي؟ بقول لك قتلت شعلان، في حاجه دي؟ سبحان الله ولا اله الا الله. قتلته ازاي يا ابو الشواشي؟ قطعته حتت بالبلطه. حد شافك؟ محدش شافني، لكن اني مش هنكر. والبلطه فين دلوقتي؟ سايبها على باب العشه بتاعتك. هي تخيبك اكتر ما انت خايب ابو شواشي. كتم على الخبر، اوعى تقول ولا تعترف انت اصلك قتلت الشر. في الزقوم ارمي البطه في السجه القديمه وانزل خد غطسين في الترعه وتعالى نام جنبي. واخرتها يا عم جابر؟ اخرتها زي اولتها. قوم اسمع كلامي. حاضر يا عم جابر، جسمتي اسمع كلامك على طول. ايه حصل؟ شعلان يا حضرة العمدة غرقان في دمه. شعلان اتقتل يا بقول لك متقطع حتت في قلب داره. وعرفت ازاي؟ وانا بدور على ابو الشواشي لقيت دار شعلان مفتوحه وساكته هس الفار لعب في عبي، دخلت لقيته مقتول. غانم قالها بحر وغرقنا فيه. بعد اذنك يا حضرة العمدة. هتعمل ايه يا فتحي؟ مفيش قدامي غير ان ابلغ المركز. لا يا فتحي. غدا الرجل الذي عاد، عن مسرحية مهاجر بريسبان للأديب اللبناني جورج شحادة، ترجمة فتح العشري. الرجل الذي عاد، يكتبها وحيد حامد، موسيقى سليمان جميل، إخراج مصطفى أبو حطب. سميحة أيوب. محمود مرسي. في قصة كمال إسماعيل مسلسلة، إعداد وحيد حامد،
إخراج محمود يوسف. في ديل من ديول الإنجليز لازم ينقطع. المغربي. انا بقول بلاش المغربي دلوقتي خالص. مفيش حاجة اسمها بلاش دلوقتي. المغربي بيبلغ انجرام اول باول، وممكن يكون السبب في ان احنا كلنا نضيع. لو قتلت المغربي انجرام هيعرف انك انت اللي قتلته، وساعتها مش هيستنى عليك لحظة واحدة. المغربي لازم يفضل عايش شوية علشان انجرام يطمن لك انت كمان. يبقى لازم الواحد يحرص منه قوي، وبرضه تفضل ملك الأزبكية وعماد الدين. ايه؟ مش ممكن يا حلمي بعد ما خسرت كل حاجة في الأزبكية وعماد الدين ارجع ملك تاني. انا ما عادش عندي حاجة تانية عشان اخسرها يا حلمي. المرة دي لازم تكون ملك عشان تكسب، بدل ما تكون على المظالم خليك على الظلمة. لا يا حلمي لا، كفاية بقى. انجرام قادر يعمل ملك غيرك في لحظة واحدة، وبرضه يكسر ويدشدش وياخد المعلوم. احنا مش عاوزين اعداء جداد يا عطوة، كفاية علينا الانجليز. يظهر عندك حق يا حلمي. ودلوقتي هنعمل ايه في حكاية الميجر جورج قائد البوليس الحربي؟ يا سيدي كلنا هنستنى بعد مصر القديمة، القوة اللي هتروح علشان تقبض على الفدائيين نرمي عليهم قنابل ونضرب بالرصاص ونهرب، واول قنبلة هضربها انا من رأيي نعمل حاجة تانية. ايه هي؟ الميجر جورج نفسه هو اللي يموت. ازاي ده؟ بدل ما نستنى في الطريق بعد مصر القديمة نستنى قدام القيادة البريطانية وهو خارج، انا وانت وابو سريع نرمي القنابل على العربية من كل ناحية. كويس اوي، تعرف كده احسن. على الاقل عيون الانجليز كلها هتكون على طريق المعادي مش على مركز القيادة بتاعتهم. والميجر جورج لما يموت احسن بكتير من شوية العساكر الانجليز اللي هيسبقوه علشان يأمنوا طريقه. بس في مشكلة. مشكلة؟ ايه هي؟ القائم مقام انجرام هتعمل ايه معاه لما يطلع كلامك كله فشوش؟ مين قال ان كلامي فشوش؟ انا قلت له الميجر جورج هيموت، وهو هيموت سواء في مركز القيادة او في سكة المعادي، يعني كلام صح. وعلى كل حال ساعتها هقدر اتصرف. ايه الحكاية؟ مش ناوي يخرج النهاردة ولا ايه؟ لازم هيخرج. معقول يبات جوه القيادة؟ الساعة بقت 10 بالليل. ايه واقفين؟ احنا ورانا ايه غيرهم؟ وكل تأخيرة وفيها خيرة. لو قنبلة حد فينا دخلت جوه العربية يبقى حظنا من السماء. اسمعوا، كل واحد فينا ياخد له ركن، انا هفضل واقف مكاني هنا. وانا قصادك. وانا بقى هتمشى في قلب الشارع وحرمي القنبلة في الازاز اللي قدام او اللي ورا. خدوا بالكم، عربية خارجة بوابة اهي. الحرس بيضرب سلام. اذا كان هو انا على طول هضرب، وبعد كده انتوا كمان تضربوا معايا. سلام للملك. مرحب يا ملك، الحسن أكبر. مساليب الناس دي كلها على حسابي. أمرك يا ملك. فين المعلومة يا ولية؟ جاهز يا ملك، اتفضل. مجانس. ايوه يا ملك. الزبائن كمان يدفعوا معلوم. مش معقول يا ملك. هي كلمة يا ولية قرشانة انت. كل زبون هيدفع جنيه دهب. لم منهم يا مجانس، اللي ما يدفعش خد منه بالعافية. امر الملك. يا ده يا سودا، ده الظاهر عليه الجن. خلاص يا ولية محبوب. ظاهر ان موت اخوه الصغير جننه خالص. خلاص يا مجانس كله تمام يا ملك. اديني بلم. هات يا انت هو شغلوا الدخل. خمرة يا مجانس، عايز برميل خمرة هنا. مساء
الخير يا سيدة. المغربي جاي هنا ليه؟ الملك مشرف جوه. هو لسه ملك؟ ده بقى ملك قوي قوي، زاد وافترى اكتر واكتر. روح يا اخويا شوف لك حته تانية. وعلى يا سيدة انا مالي بيه. ثواني الملك، خد المعلوم من اللطخ اللي دخل ده. حاضر يا ملك. مغربي ايه؟ ايدك على جنيه دهب. تعيه المعلوم. ليه وانا سيدة المفتحة؟ لا بس في معلوم جديد، الملك امر ناخده من الزباين. بس عدم المؤاخذة انا معيش فلوس. ادفع احسن الملك يزعل يا مغربي وبعدين تبقى مش كويسة. الشرف يا مجانس، انا اليومين دول بستلف تمن الدخان. ايه يا مجانس؟ في ايه؟ المغربي مفلس يا مالك. كده ارموه بره الحوش. لا 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 لا. من هنا ورايح مفيش مطرح للمفلسين. انا الملك انا الملك. الملك. سلام للملك. ما قلنا مفيش سلام للملك. ايه هو ده يا روحية؟ سلام الملك لازم يتضرب، فاهمة؟ والمعلوم لازم يندفع دلوقتي حالا يا روحية. وهي كلمة، سامعين كلكم ولا لا؟ حد عنده اعتراض؟ يعني مفيش فايدة؟ يا الدفع يا التكسير يا روحية، فاهمة؟ ايدك بقى على المعلوم. ادي المعلوم، ودق يا مزيكا للملك. عطوة ايوه يا روحية، انا طالعه فوق، حصلني عاوزاك. اطلعي انت وانا هحصلك عشان حد ياخد باله. مالك يا عطوة؟ تعبان يا روحية. انت تعبان تعب السكران لما يفوق، تعب الظالم لما يندم يا عطوة. واعمل ايه يا روحية؟ اعمل ايه بس؟ اعمل ايه؟ تعرف سكتك لوحدك يا عطوة. افتكر نفسك وانت لسه في العنابر عتال، وابتدي يا عطوة. واللي فات يا روحية انساه. معقول انسى دم صلاح؟ انسى جاد؟ انسى اني كنت غرقان في الطين؟ حتى لو انا نسيت، الناس هتنسى يا روحية. تقصد مين بالناس يا عطوة؟ كل اللي ظلمتهم. انت ظلمت اهل بلدك يا عطوة، لكن آن الأوان علشان تعرفهم. دول أحسن ناس ينسوا الأسية والإساءة ويفتكروا المعروف. دول بيض وصفين زي ندى الصبح. دول اللي كلمة صباح الخير وازيك وسلام عليك وازاي صحتك بتداوي جروحهم. ما انت واحد منهم يا عطوة. انت ناسي ولا ايه؟ انت ظلمت نفسك قبل ما تظلم الناس يا عطوة. اذا كان عليا انا روحية معلش، لكن صلاح كان امانة في رقبتي، وانا عتال في العنابر. كان منايا اشوفه افندي وافتخر بيه. كنت بحرم نفسي من تعريفة اشتري بيه 5 سجاير اعفرهم علشانه هو، وبعدين اكون السبب انا في قتله. انا غلطت كتير يا روحية، لكن اعمل ايه؟ بص لي بقى يا عطوة. روحية مرات زميلك في العنابر، ده انا اختك وبنت عمك وحبيبتك. عاوزاك يا عطوة، عاوزة البيت النظيف. هو العذاب ده ملوش نهاية يا ربي. عاوزة منصور ابني يسمع كلمة من راجل يشخط فيه ويقول له يا ولد عيب. ذنب ابني ايه علشان يعيش طول عمره يسمع كلام الستات؟ ليه ما تكونش ابو منصور يا عطوة؟ مش انا روحية الراجل اللي بتدوري عليه، مش انا. ليه يا عطوة؟ انت عاوزة المنصور اب. انا ما ينفعش يا روحية،
ما انا كنت اب لاخويا صلاح، وايه اللي حصل؟ قتلته. يمكن علشان كده شايفة انك تقدر تصون منصور بين جفونك. انت قتلت صلاح وانت اعمى نظر واعمى بصيرة، ودلوقتي بقيت شايف كل حاجة. انا شايف كل الناس يا روحية، شايف الغلابة بينضربوا على قفاهم علشان يلاقوا لقمتهم ولقمة عيالهم، وهم ساكتين وصابرين، وشايف الفتوات والبلطجية اللي عايشين على عرق الغلابة، شايف انجرام البلطاجي الانجليزي، وشايف ابو دراع الغلبان. انا مش من منصور بس يا روحية، ولا ليكي لوحدك. عاوز تكون لمين يا عطوة؟ ما انت عارفة يا روحية، هتكون لكل الناس يا عطوة. ايوه، علشان صلاح يستريح في قبره هو وعم جاد. يبقى هتكون لأمك ولأبو دراع والعيال جاد، الكتاكيت الخضر اللي مات أبوهم على حبل المشنقة علشانهم. هتكون للواحظ وهنومة ورجاء مهلبية اللي كان نفسهم يعيشوا في بيوت وسط الحلل والصواني وطشت الغسيل وغيارات العيال وزعيق الرجالة. ايوه يا روحية، هكون للمظالم دول كلهم وغيرهم كمان. وانا يا عطوة، ما انا طول عمري مظلومة. انت مالكيش عطوة بس يا روحية، انت ليكي منصور وحلمي وابو سريع وكل اهل بلدنا. انت ليكي نفسك يا روحية. يعني ايه يا عطوة؟ يعني انا بفكر اموت يا روحية. وليه ما تفكرش تعيش يا عطوة؟ وعشان ايه اعيش للعذاب؟ علشان تمسح العذاب. سي عطوة. صباح الخير يا عواطف. مفتاحكم معايا يا سي عطوة. امال فين امي؟ النهارده الجمعة راحت تزور المرحوم صلاح وسابت المفتاح معايا. صلاح الف رحمة ونور تنزل عليه. اسمعي يا عواطف. ايوه يا سي عطوة. انت زعلانة مني؟ كل الناس كانت زعلانة منك، ودلوقتي يا عواطف الدور عليك انت يا سي عطوة. اللي يخلي الناس تكرهه يقدر برضه يخلي الناس تحبه. عطوة. نعم. انت عارف انا بحبك من زمان، من ايام العنابر، وديك دلوقتي بقيت عطوة الاولاني. لا ابدا يا عواطف، مش عطوة الاولاني ابدا. عطوة الاولاني بتاع العنابر كان دهل مغلوب على امره، وعطوة الملك كان اعمى بعيد عنك. وعطوة دلوقتي عطوة جديد خالص، وحسرة الندم وذل الايام اللي شافها كلها. اذا كنت بتحلمي بالراجل اللي يسعدك يا عواطف، احسن لك تدوري على غيري يا بنتي. ليه يا عطوة؟ اصل انا خدت سكة جديدة يا عواطف. بعد كده انا هعيش لحاجة واحدة بس، لبلدي مصر يا عواطف، مصر. غدا الحلقة التالية. قصة كمال إسماعيل، إعداد وحيد حامد، إخراج محمود يوسف. نجلاء فتحي، حسين فهمي، سماح والبنات الملاح. قصة وحوار سمير عبد العظيم. بطولة أحمد مظهر، صفاء أبو السعود، محمود المليجي، حسن مصطفى، حياة أنديل، بالاشتراك مع عائلة راتب، وداد حمدي. الصغيرات نجوى، نجاة، نادية، نوال. سماح علمنا السماح أكبر من الجيران.
أسرار للقلب أسرار للعمر أسرار وسما حتى امتحان الزمن ما نقدروش بتمن هندفعه بالصبر وبكلمة سما هنلغي النهارده يا مدام سماح. ليه يا استاذ احمد؟ عشان اتأخرتي على البروفا. دول 10 دقايق. معلش يا مدام سماح، أرجوكي تبقي تيجي في ميعادنا بالظبط. حاضر يا استاذ. ولو سمحتي أنا عايزك في كلمتين على انفراد. خير. ممكن؟ تحت امرك. اتفضلي في الأوضة. افندم. عرفتي إن كان عندي حق في كل ظنوني؟ ظنون ايه؟ مين اللي كان بيوصلك دلوقتي؟ اظن يا احمد العلاقه اللي بيني وبينك دلوقتي ما تسمحلكش تتدخل في حياتي على اي صوره من الصور، ومع ذلك انا مستعد اجاوب على سؤالك. رأفت كان بيوصلك مع إن عندك عربية، واضح إنك مش قادرة على بعده، فمرضتيش تضيعي الوقت وركبتي في عربيته. رأفت بقالي 3 ايام ما شفتوش يا احمد لان ما كانش عندي تصوير. ازاي؟ اللي شافوكي في العربية قالوا لي. اللي كان بيوصلني الدكتور اللي بيعالجني. يعني ايه؟ احمد دي اخر مرة هسمح لك تكلمني في غير الشغل، والا انا اسفة يا احمد هضطر غصب عني ما اتعاونش معاك. انت بتهدديني؟ ابدا يا احمد، بس ارجوك افهم طبيعة العلاقة اللي بيني وبينك دلوقتي. يصح جدا يبقى لك حياتك الخاصة، هل هتسمح لي اتدخل فيها؟ ده انت اتعلمتي الكلام اهو، بقيتي استاذة. الصغير بيكبر يا احمد. الصغير بيكبر. في حاجة تانية؟ لا يا ست هانم مفيش. طب اقدر امشي؟ اتفضلي، البروفا بكرة في نفس الميعاد. حاضر يا استاذ. ايه هتعملي ايه؟ عايزه اغير نظام اوضه الكشف. ليه بس؟ ليه ازاي؟ مش لازم يبقى لي بصمات على كل حته في حياتك؟ حتى في اوضه الكشف؟ طبعا. ايه رايك يبقى المكتب هنا؟ شد. طب بس استني اهو. شد بقى. اهو بشد اهو. حاضر. كويس قوي. وترابيزه الكشف تيجي على اليمين شويه. ليه؟ ما هي كويسه كده. طب اهو بشد. ايه رايك بقى في النظام ده؟ هو وسع الأوضة فعلا. لا كده أشيك. صحيح يا سامي؟ طبعا صحيح. عارفة يا سماح، قبل ما أعرفك كانت حياتي عاملة زي أكل العيانين المسلوق. كان ناقصها التسبيك، ناقصها الملح والفلفل. يعني أنا ملح وفلفل؟ ده أنت أحلى ملح في الدنيا. حلو التعبير ده. أنا بقول اللي في قلبي زي ما يطلع. عارف يا سامي، أنا حاسة إني كنت في امتحان رهيب طول السنين اللي فاتت، ونجحت في الامتحان، وكانت هديتي أنت يا سامي. لا في عرضك، أنا مش حامل الكلام ده. طيب يلا بقى اقعد ترسم على المكتب، زمان العيانين جايين. رايحة فين؟ همشي، هسيبك لشغلك بقى. يا ستي احنا لحقنا نقعد. معلش يا سامي. طب بقول ايه؟ نعم. النهارده الساعة 9:30 بعد ما اخلص العيادة هلبس بدلة كحلي وكرافتة حمراء واحط منديل منقط في جيب الجاكيتة ولمع الجزمة وارسم ابتسامة خجل على وشي واجي ازوركم. وليه ده كله؟ عريس بقى جاي يخطب. ايه رأيك؟ سامي. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا هانم. اهلا بيك يا استهانم، اهلا وسهلا. اهلا يا دكتور. اهلا سلاموكا. سلاموكا يا اهلا وسهلا يا دكتور. ظريفه، ربنا يخليك يا دكتور. البيت بيتابونا والغرب يجوا يقلشونا. خطوه عزيزه يا دكتور. شرفت انت والست والدتك. ميرسي يا طنط. ميرسي يا هانم. يلا يا ماما بقى اتفضلي عيني العروسه. عينها؟ ايوه تكشفي على اسنانها وتشدي شعرها. ايه تكشف على اسنانها دي وتشد شعرها؟ عايزاك ده كان زمان يا ابني الكلام ده. اسكت يا سلاموكا. ما قلتليش يا ماما. نعم. ايه رايك في تنية ابنك؟ سماح هايله يا ابني، ربنا يوفقك. وايه رايك يا سماح في ماما؟ الله بقى، ست عظيمه قوي. يا ستي ميرسي، والدتي كمان ست عظيمه واميره. ايه ده كله انتوا هتخشوا لبعض مجاملات ولا ايه؟ ما انت اللي فتحت الموضوع ده. طب حد يشكر فيا انا كمان. انا هشكر فيك يا دكتور ولا تزعل. هتقولي لي ايه بقى؟ هقول ان احسن حاجه في حياتك عملتها انك عرفت تنقي ابله سماح. عيب كده يا نوى. قولوا لي ايه رايكم في الشبكه دي؟ على طول كده يا ابني. ومش على طول ليه؟ احنا ورانا ايه؟ وريني يا ماما. الله حلو قوي يا سامي. طب نشرب الشربات بقى. ازغرط ولا الزغرات انت يا بلبل؟
مبروك الخطوبة يا مدام سماح. الله يبارك فيك يا استاذ رأفت. ابعت هات جاتوات وتورتات على حساب المنتج يا عبد الستار بالمناسبة السعيدة دي. حاضر يا استاذ. ليه بس كده؟ ده واجب عليا يا استاذ رأفت. انا هدفع حاجة من جيبي. جاهزين يا استاذ؟ نشتغل يا مدام سماح؟ قوي اتفضل. مساء الخير يا مدام سماح، مبروك يا ستي. اهلا يا فهيم بيه، ده انت هتغرم غرامة جامدة قوي النهاردة. يا ست احنا تحت امرك. هعطلك شويه يا رأفت لو سمحت. تحت امرك يا فهيم بيه. كنت عايزك تملي لي على الفيلمين الجداد دول يا مدام سماح. طب ما تأجلهم شوية. نأجلهم ليه؟ اصل الحقيقة ارتبطت بأفلام تانية. معلش يا ستي. ايوه بس اجيب وقت منين؟ هندبر لك الوقت، ما تخافيش ابدا. انت عارفه احنا ناس متعاونين جدا معاكي. عارفة بس هيبقى تعب عليا قوي. يخلصك تكسفيني. مواضيع حلوه وحاطط لها امكانيات كويسه جدا، والشركه يا ستي شركتك. طبعا مش عارفة اقول لك ايه. ما تقوليش حاجه ابدا، تمضي على طول. حاضر، ولو ان ده هيبقى على حساب وقتي، واصلي كمان عندي مسرح، ده انا بالطريقه دي مش هلاقي وقت اكل فيه. كله اتدبر يا مدام سماح. مبروك يا مدام سماح. ميرسي يا استاذ رأفت. مش كنت تعزمينا على الخطوبة؟ البروفا جاهزه يا استاذ احمد. صور الخطوبة اللي منشورة في الجرايد على فكرة والمجلات هايلة تجنن. هنشتغل يا استاذ احمد. ايوه يا فندم. يلا يا فندم انت وهو بروفا. حاضر يا استاذ حاضر. اتفضلي يا مدام سماح تحت امرك. استاذ احمد يا فندم. على فكره احنا هنفتتح روايه امتى؟ يوم الخميس الجاي لو ما كانش عند حضرتك مانع. هي دي هتبقى زنقه جامده قوي يا فندم. اصلي عندي فيلمين في وقت واحد بصورهم. تحبي نلغي الرواية؟ لا يا استاذ احمد، هنفتتح في ميعادنا، انا اقدر المسؤوليه. تحت امرك. عجبك الفيلم؟ قوي قوي قوي. ايه رايك بكره نفوت عليك الصبح، اخدك ونفوت على النجار يوريك الرسومات عشان نبتدي نشتغل في الشقه. طب ما احنا اتفقنا يا سامع، الرسومات خلاص. لازم تيجي بنفسك معايا في كل الخطوات. حاضر. الساعه 3 بقى هفرجك على حته دي ماتش كوره. ايوه. الدنيا هتبقى زحمه قوي. وايه يعني، انا ليا اصحاب هيقعدونا في حته كويسه. طيب خلاص. بقول لك ايه، نعم. تيجي ما نروحش؟ امال هنروح فين؟ نقعد في اي حته ساعتين ولا 3. طيب ولو ان النوم كبس قوي. نوم ايه يا سماح، هنضيع عمرنا في النوم. مش هنقدر ابدا نخلص شغلنا قبل الساعه 6 يا مدام سماح. ياه ليه كده؟ معلش يا مدام سماح، الاستاذ سعيد لازم يسافر بكره الصبح على مركب يصور الفيلم اللي مرتبط بيه مع افلام الصباح. صحيح. طب وبعدين؟ معلش. انا اسف يا مدام سماح. اديني مهندس الديكور. ايه ده بقى؟ يعني هيضيع عليا الماتش بقى؟ اول مره تعزموني فيها على حته تضربوني بومبا. ولا يهمك، لما يجي سامي روحي انت وهو اتفرجوا على الماتش، ولما يخلص الماتش اكون انا خلصت من هنا ونمشي سوا. لا بقى خلاص، مفيش داعي. مفيش داعي ازاي؟ اسمعي كلامي بس. انتوا ذنبكم ايه؟ يا ست انا مش عايزه اروح ماتشات. انا عارفه ان سامي نفسه يشوف الماتش ده. ما تعاكلنيش عليه بقى يا نبيله. مش حلو. برافو. شفتي مش قلت لك؟ ايه اللي بتقوله ده؟ دي هتبقى كارثه على دماغكم. كارثه عليكوا انتوا. والله العبره بنتيجه كده. طب بيني وبينك بقى اخر الماتش. علشان تعرف اننا ما نتهزمش ابدا، اي ماتش نلعبه لازم ننتصر فيه يا دكتور. ما تطلعوش فيها بقى، الحظ اللي بيخدمكم. الحظ مره ولا مرتين، ده لعب مدروس يا دكتور، مدروس. بكره نشوف. بكره نشوف. خفي شغل شويه، مش معقول كده يا سماح. حاضر يا سامي، انت عارف ان ده غصب عني، وعارف قد ايه انا ببقى سعيده وانا معاك. وانا بشتغل بستعجل الوقت عشان اقعد معاكي شويه، هو ما اجي الاقيكي لسه ما خلصتيش. معلش، اوعدك بعد ما اخلص ارتباطاتي مش هقبل اي شغل فوق طاقتي. كويس قوي 3 افلام في السنه. معقول يا سيدي بكره تزهق مني وتقولي خليهم 30 فيلم في السنه. انا ازهق منك؟ ده انت اجمل حاجه في حياتي.
اظن بقى من حقي اني اخدك غصب عنك ونروح ناكل اكله الجمبري والكابوريا اياها. طيب ربع ساعة هكون معاك. اهو كده. أنا سعيدة سعادة يا ماما لا يمكن تتصوريها. امسكي الخشب يا حبيبتي. قد إيه سامي حنين ومؤدب وقد إيه مال عليا حياتي. فعلا يا سماح لطيف قوي. ربنا يوفقك يا سماح ويعدل لكم كلكم يا بناتي يا رب. واخبار الشقاق يا بنتي؟ بيشتغلوا فيها بايديهم واسنانهم. نفسي انزع نفسي من الشغل واروح انا وهو ونقضي شهر عسل في حته بعيده. امال يا حبيبتي ربنا يمتعك. افتح يا عبده. حاضر يا ست هاني. الست سماح عبد العال موجودة؟ نقول لها مين يا فندم؟ أنا مخبر من الاسم. مين يا عبده؟ مخبر يا ست هاني، ما عايز الست سماح. عايزني أنا؟ خير يا حضرة. أنا جايب لحضرتك ورقة الرجعة. نعم. الأستاذ أحمد خليل رجعك لعصمته. إيه؟ رجعني لعصمته؟ والدنيا لها ناس تلبس وناس تنداس وناس صابرين بيقولوا أنا السماء بالحب تتداوى الميراث بيقولوا أنا السماء بالحب تتداوى الميراث سما وسما بليغ حمدي، نبيلة أنديل، غدا نجلاء، سماح والبنات الملاح، مع تحيات سمير عبد العظيم.